بعد ما قامت ثورة 52 وتم عزل الملك فاروق أو اتنازل عن العرش وعاش من بعدها في إيطاليا، كان موصي إن يتم دفنه هنا في مصر. رفض ساعتها جمال عبد الناصر إنه يدفن هنا في مسجد الرفاعي وإنه يدفن في مقابر الأسرة المالكة، وفعلا اتدفن هناك لحد ما جه الرئيس السادات، وساعتها تم نقل رفات الملك فاروق عشان يدفن هنا في مسجد الرفاعي جنب والده الملك فؤاد. هنا هنلاحظ ان الشاهد هنا مش بنفس ضخامة وثراء مقبرة الخديوي اسماعيل او والدته، لانه هنا اتعمل بالجهود الذاتية للأسرة المالكة بعد ما اصبحوا مش في الحكم، وده بيدينا فكرة عن حجم الانفاق للحاكم لما بيكون في الحكم من اموال الشعب ممكن يكون ازاي. كمان هنا في مسجد الرفاعي مدفونة الأميرة فريال. كمان هنا هتلاقي قبور 3 زوجات للخديوي إسماعيل، واحدة منهم كانت فرنسية واللي اتصمم شاهد قبرها على شكل كاتدرائية نوتردام. وكمان هنا قبر السلطان حسين كامل والد الخديوي إسماعيل. القبور دي مقفولة بسبب إن فيها حاجات ممكن تتسرق، وكمان إحنا مش إعلاميين